السلام عليكم. معكم زرقي سوريا، الحاصلة على أحسن صانعة تقليدية من برنامج صناعة بلادي ومؤسسة نادي الفن العلاج بالفن. كان حلم ديال الطفولة. وكانت فرصة زوينة أنني تلاقيت، كنت كندور في الوسائل التواصل الاجتماعي وطلعت لي لافيش عمرتها، وكانت المفاجأة أنهم عيطوا لي باش ندوز الكاستينغ. الصراحه لا، لانه شحال من حاجه كنت كنعمر الاستماره ديالها، ولكن ما عمرني ما عيط ليا شي واحد. لكن هاد المره درتها وكنضحك، يعني قلت حنا غنشوفوا، زعما كانت فرصه زوينه انني نتلاقى الاستماره، عمرتها وكنت كنتظر، والحمد لله عيطوا لي ودوزت الكاستينغ وتقبلت حتى في الكاستينغ. المنافسه كانت زوينه بزاف، لاننا كنا في الاول بحال شي عائله. واخا هي صعيبه بيان سور، لان كل واحد كيجر لجهته، فما غاديش نقولوا لاننا حنا كنتسابقوا على واحد اللقب. لكن واخا هكاك انا وسط منهم. كنت دايره بحال الاستاذه ديالهم، لانني مولفه انني نعطي التعليمات ديال لو كور، مولفه نعلم الناس، مولفه نعطي المعلومات. فاللي كان كيجي كيسولني كيتلقى عندي المعلومه، وكنت كنجلس معاهم كنوريهم اللي احتاج مني شي حاجه بيان سور كياخذها. لو تيم اللي عطاونا كان هو مدينه الرباط، عاصمه الانوار. كيفاش غادي تخدم لهم الضوء وما تخدمش الضوء. الوغ ما تديرش البوله، ما ديرش شي حاجه كتشعل، خاصنا نعطيوهم العاصمه ونعبروا على الضوء بلا ما نستخدموا الضوء ولا ما نستخدموش المصباح. فهذا كان صعب شويه في الاول، فكرنا مزيان كيفاش غادي نديروا ليه. فالنتيجه ديالي كانت فكرت انني نخدم كارت بوستال فيها الرباط، مدينه ديال الرباط، خدمت فيها الصور ديال الودايه، وزدت صومعه حسان، ودخلت حتى البرج ديال محمد السادس وخدمته ودرته مظلم باش نقدر نعطي الضوء كيخرج من الصور ومن صومعه حسان. في الفينال سورتو ما كنتش منتظره انني غنفوز باللقب، لانه كان صعيب انك تحدد شكون اللي غيفوز ما بين اللباس التقليدي ومجوهرات والديكور الداخلي وفئه ديال المائده. فهاد اش غنقول لك، باش تختار ما بينها ثلاثه ديال الفئات راه صعيب باش تقارن بيناتهم، لانه الديكور ما عندوش علاقه بالمجوهرات. كان تخوف لانني خدمت شي حاجه زوينه بزاف اللي اثارت الانتباه ديال اللجنه ديال التحكيم. خدمت تقنيات اللي هي صعيبه، ماشي سهل تخدم الصباغه على الزاج بهذيك التقنيه اللي خدمت بها. وخدمت حتى القراب بتقنيات مختلفه، لانني دخلت فيه بزاف ديال لي ماتيير. فحتى المشروع ديالي او هذا اللي هضرت عليه فكان مهم جدا، لاننا كنحاولوا احياء التراث المغربي، وكنحاول انني نقرب الصناعه التقليديه ونمشي بها بعيد ان شاء الله، وعلاش لا ما نوصلوش بها حتى للعالميه.